يا صباح الورد والفل عليكم وعلى عيونكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، كل سنه والناس كلها طيبه وفرحانه وبصحه وبخير وبسلام. شايفين بقى بسكوت العيد؟ عايزه اقول لكم فرحه العيد دي بجد ما بتكملش غير بالبسكوت والبيجيفور والحاجات الحلوه دي. ممكن نجيبها فعلا من بره، بس بجد مش بيبقى ليها طعم زي الحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. عايزه اقول لكم بقى ان الوصفه النهارده دي مش بتاعتي، دي بتاعت ست الكل، ماما، ربنا يخليها لي ويخلي امهاتنا كلنا. احلى طريقه بسكوت بجد، انتوا لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. مفيش حد بيدوق البسكوت عند ماما الا لما لازم يسالوها على الطريقه. لو جربتوه اصلا مش هتعرفوا تاكلوا البسكوت بتاع بره ده تاني. شايفين حلاوته؟ شايفين اللون؟ بجد تحفه تحفه. جربوه ومش هتندموا. عايزه اقول لكم ان انا مش عاملاه بالنشادر، ده احلى من بسكوت النشادر بكتير، هيعجبكم جدا. يعني مجرد بس بتحطوه في الشاي بيدوب. نعمله بقى جنب كوبايه شاي كده ونفطر بيه. شايفين اللون؟ بجد حلو قوي، هش جدا، خفيف، مقرمش قرمشه رهيبه. شايفين الحلاوه؟ يا ريت لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان هما كمان يعملوا احلى بسكوت. بصوا انا عايزه اوريكم هو بيتكسر ازاي. شايفين؟ هش بطريقه بجد فظيعه. شايفين حلو ازاي؟ بصوا بقى انا هخلي ابني يدوقه وهو هيقول لكم. انا عايز اسمعكم صوت القرمشه. خد يا دودو دوق كده. خد يا ميرو. ايه رايك؟ تحفة. بجد حلو قوي. اه جربوه بألف هنا وشفا عليكم. يلا بقى نعمل المقادير. المقادير سهله جدا بسيطه ما فيهاش اي حاجه. هنعملوه بمنتهى السهوله. نصحى كده الصبح بدري ونعمل احلى بسكوت. صباح الفل عليكم وعلى عيونكم، وكل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى المكونات بجد في منتهى السهوله. اهم حاجه تبقى الدنيا رايقه جنبنا، مفيش اي كركبه. نحضر الحاجه كلها جنبنا، نبقى صاحيين الصبح بدري نخلص البسكوت. بجد مش بياخد اي وقت، ولما بنخلصه بدري بيبقى بقيه اليوم فاضي عندنا ومش بنحس بجد بمجهود ولا اي حاجه. اول حاجه هحط كوبايتين، يعني كوبايتين كويسين كده من السمنه. تمام، اي نوع سمنه بقى عندك، سمنه صعيدي، سمنه فلاحي، سمنه نباتي، اللي يريحك. اهو بصوا كده حطيت اول كوبايه سمنه، هحط بقى التانية. اهي كوبايه السمنه التانية. اهم حاجه نمشي بالترتيب اللي بقولكوا عليه. تمام، والحاجه اللي نخلصها نشيلها في مكانها علشان الدنيا ما تبقاش مكركبه جنبنا، وبجد مش هياخد منكم اي وقت خالص. وبعدين بقى بالمضرب الكهربائي هنضربها. تمام، لو ما عندكيش مضرب كهربائي تقدري تعمليها بايدك كويس. هقفل اضربها كويس علشان الصوت وبعدين ارجع لكم. اهو بصوا كده ضربتها كويس لحد ما يبقى لونها ابيض كده حلو. تمام كده. بعد ما ضربنا السمنه كويس هحط 5 بيضات، تمام، يكونوا بدرجه حراره الغرفه. بصوا انا كده خلاص حطيت ال5 بيضات. تمام، هحط حوالي نص معلقه فانيليا. شايفين كده؟ وهضربهم بقى بالمضرب. هضربهم وارجع لكم عشان الصوت. اهو انا كده ضربته. بعدين بقى الخطوه اللي بعد كده هنحط كوبايتين من السكر، سكر بودره. تمام، لو ما عندكيش سكر بودره تقدري تعمليه في الكبه او في اي حاجه. لو ما عندكيش خالص تقدري عادي تحطي سكر عادي، الحبيبات بتاعنا. تمام، هو كده لما يضرب بالمضرب هيسيح. كده كوبايه سكر اهو، وادي الكوبايه التانية. تمام، وهنضرب برده بالمضرب. هضرب وارجع لكم. كده خلاص انا ضربته كويس قوي. تمام، هبدا بقى ان انا احط دقيق. المكونات دي على كيلو دقيق. تمام، احيانا بنحتاج كوبايه كمان واحيانا لا، على حسب نوع الدقيق. فانا هحط دلوقتي شويه شويه واقلب. هنقعد نقلب كده بالمعلقه لحد ما الدقيق كله يخلص، وبعدين بقى طبعا هنعجن بايدينا. تمام، وهنحط معلقتين كبار من البيكنج باودر، او لو بتستعملي بواكي يبقى باكوين. زي ما انتم شايفين كده. نقلب كويس وبعدين ننزل بشويه دقيق كمان. تمام، لحد ما نخلص الكيلو. حسيتوا بعد كده ان انتم محتاجين دقيق كمان تقدروا تحطوا شويه كمان. حسيتوا ان هي ناشفه معاكم ممكن تزودوا لها حوالي نص كوبايه لبن. زودوا شويه شويه لحد ما تلاقوها بقت كويسه. تمام، وانا لما اعجنها دلوقتي هوريكم القوام اللي احنا عايزينه بيبقى عامل ازاي.
عايزه اقول لكم ما تقلقوش خالص من المكونات دي، باذن الله هيبقى مظبوط معاكم. يعني ماما ربنا يخليها لي بتعمل المكونات دي من زمان جدا، وكل اللي بيدوق البسكوت عندها بجد بيطلب منها الطريقه. يعني ربنا يخليها لنا ويسلم ايديها. عايزه اقول لكم انا من كتر ما بحب البسكوت بتاع ماما بجد ما بعرفش اكل اي بسكوت غيره. يعني مهما اجيب من بره وحتى من اماكن كويسه وكده ما بحبش غير البسكوت بتاع ماما، من كتر ما هو بجد طعمه مميز وحلو. جربوه هتشوفوا بنفسكم. هحط بقى هنا معلقتين كبار من بيكنج باودر. تمام. عايزاكم بقى كل اللي يشوف الفيديو يعمل الطريقه وتنجح معايا باذن الله يدعي لماما كده ربنا يخليها لي ويخلي امهاتنا كلنا باذن الله. تبقى سنه جديده كده سعيده علينا كلنا، احنا كل اللي بنحبه. هنقلب برده كده. خلاص المكونات كلها خلصت. احنا كده حطينا كوبايتين كبار سمنه. الكوبايه اللي بتعملي بيها اعملي بيها كل حاجه. كوبايتين سمنه، اي سمنه عندك بقى، سمنه بلدي، سمنه صعيدي، اي حاجه. وحطينا عليهم 5 بيضات ومعلقه فانيليا. لو بتستعملي البواكي تقدري تحطي باكوين. تمام. وحطينا عليهم كوبايتين من السكر، سكر بودره او سكر عادي. وحطينا عليهم كيلو دقيق ومعلقتين بيكنج باودر. تمام كده بقى. خلاص انا هعمل بايدي. بصوا هعجنها كويس عشان وقت الفيديو وارجع لكم وهوريكم القوام بتاعها، ولو زودت لها اي حاجه هقول لكم. بصوا بقى انا كده عجنتها خلاص زي ما انتم شايفين اهو. تمام. بصوا ده قوامها، شايفين القوام عامل ازاي اهو. تمام. بنحطها بقى في المكنه او المفرمه، شوفوا بتعملوه بايه. تمام. لو لقينا البسكوته وهي نازله بتتكسر مننا بنحط شويه لبن دافي. لو لقيناها كويسه ونازله على طول والبسكوته بتنزل كويسه وبنعرف نقطعها وكده فخلاص مش بنزود حاجه. تمام. لكن هو كده القوام ده كويس. وهقول لكم برده لو زودت شويه لبن. انا هنا حطيت كيلو دقيق، وانا بعجن حطيت بالظبط حوالي 4-5 معالق دقيق، 4 كبار. تمام. يعني احتجت كيلو و4-5 معالق. هروح بقى اغسل ايدي وانضف كل الدنيا اللي حواليا دي واشيل الحاجه كلها عشان نروح بقى نعمل البسكوت. تمام. اهم حاجه اللي نخلصه نشيله على طول. بصوا بقى يا جماعه انا كده سبت العجينه ارتاحت حوالي ربع ساعه. تمام. في الربع ساعه دي انا كنت لميت كل حاجه حواليا، غسلت المواعين، رتبت المطبخ، مسحت كل حاجه، كل الدنيا اتظبطت. نبدا بقى ان احنا نعمله. يعني واحنا بنعمل حاجه نعملها بروقان كده. بصوا بقى انا كده خلاص حضرت كل حاجه جنبي، الصواني والعجينه. تمام. والمكنه اهو ركبتها. انا بحب استخدم الشكل ده، شايفينه. تمام. طبعا الشكل اللي انت بتحبيه استعمليه. تقدري تعمليها يعني عجينه وتفرديها كده على الترابيزه وتقطعيها كده على شكل البسكوت اللي يريحك لو ما عندكيش مكنه. تمام. وهنبدا دلوقتي وهوريكم. بصوا بقى هناخد قطعه من العجين كده. تمام. وهنسخنها كده بايدينا لو الجو ساقع عندك، وهنبدا نحطها في المكنه. لو لقيناها طلعت كويسه ومش بتقطع يبقى خلاص هي كده مش محتاجه اي حاجه تاني. لو لقيناها بتقطع انا بقولك على الحلول علشان لو يعني لقيتيها قطعت منك تقدري تحطي لها شويه لبن دافي. تمام. بصوا اهو بيطلع كده حته واحده، خلاص احنا مش محتاجين حاجه خلاص يا. بصوا كده خلاص خلصت الصينيه ورصيتها، شايفين تحفه. هدخله بقى الفرن. بصوا كده بقى طلعته خلاص من الفرن، شايفين طبعا سخن مولع، انا مش عارفه امسكه. هو مش بياخد يعني كتير في الفرن، بالظبط حوالي 5 دقايق 7 دقايق بالكتير. فخليكي يعني يا اما بتعملي جنبه تبقي بتعملي البسكوت وانت قاعده جنب الفرن، يا اما تبقي رايحه جايه عليه، ما تسيبوهوش وقت طويل علشان ما يتحرقش. شايفين لونه بقى؟ عايزه احاول امسك لكم واحده. شايفين بجد لونه تحفه، مقرمش جدا. يبرد بس وهوريكم قرمشته. تمام. بصوا انا سبتها تبرد كده دقيقتين عشان اعرف اوريهولكم. شايفين بجد تحفه تحفه. الريحه بقى ماليه البيت، انا مش قادره اقول لكم. يعني بصوا سهل قوي ان احنا نجيبه جاهز، بس بجد الريحه بقى والولاد بيفرحوا بجد حلو قوي. يعني لما تلاقوا واحده لازقه كده اهو، مجرد بس بتزقوها كده بطريقه بسيطه هتلاقوها طلعت. بجد الريحه حكايه. شايفين؟ بصوا تحفه تحفه تحفه، احلى بكتير من بسكوت النشادر. جربوه بجد باذن الله هيعجبكم. بصوا الرصه كده، يعني اعملوا الحاجه كده بنفس وبحب كده هتطلع حلوه قوي بجد. عايزه اقول لكم بقى ابني فرحان قوي والريحه ماليه البيت.
شايفين؟ تحط بقى في كوبايه كده شاي بلبن كده، تعملوها جنبه وتحطوا فيها البسكوت. تحفه تحفه تحفه. يا ريت لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان هما كمان يعملوا احلى بسكوت. بصوا انا عايزه اوريكم هو بيتكسر ازاي. شايفين؟ هش بطريقه بجد فظيعه. شايفين حلو ازاي؟